ارفع الحرق بالأكل أكثر. كثير ناس تبعت لي على موضوع التشيت ميل، هل لازم التشيت ميل ولا مش لازم التشيت ميل؟ انا راح احكي لك. موضوع التشيت ميل تعملها في اسبوع، انه تاخذ هاي التشيت ميل عشان ترفع الحرق عندك، ما راح تسوي اي شيء، ولا راح ترفع الحرق ولا راح تغير شيء، هي بس مجرد كالوري زياده اخذتها. ولكن تخيل البريك التام من الدايت هو اللي راح يرفع لك الحرق، بس مش زي ما انتم بتعتقدوا انه انا بدي اروح وابدا اكل يمين وشمال وزي ما بدي هو هذا راح يرفع لي الحرق. طب كيف؟ خلينا نشوف مع بعض. في دراسة نشرت بمجلة International Journal of Obesity، هم عملوا تجربة 16 أسبوع على مجموعتين، مجموعة ظلت محافظة على تقليل السعرات التام، ومجموعة بتعمل دايت عادي، بس كل أسبوعين كانوا بياخدوا بريك. بس شو طبيعة هذا البريك؟ إنه بيرجعوا الكالوريز للمينتيننس ليفل، يعني بدون عجز بالسعرات، بالضبط زي ما بجسمه بيحرق بياخدوا كالوري، وكانت هاي الرجعة لفترة بسيطة. طب شو النتيجة؟ تخيلوا إن المجموعة اللي عملت بريكات فقدت 4.3 كيلوغرام زيادة. وكمان دراسة ثانية في بريتش جورنال اوف نيوتريشن بينت انه اللي بياخذوا بريك من الدايت ويرجعوا لمستوى المينتيننس تتحسن عندهم مقاومة الانسولين اكثر من اللي مكملين على عجز سعرات طول الوقت. طيب كيف تعمل دايت بريك بطريقة صحيحة؟ كل 4 إلى 8 أسابيع بتاخذ اسبوع بريك بترفع فيه سعراتك للمينتيننس، للصيانة، يعني بتاكل قد ما بتحرق وما بتاكل اكثر. وفي سر اضافي ممكن تعمله، ممكن يحسن لك هذا الموضوع. في الفترة هاي اللي بترفع فيها الكالوريز تبعتك بتزيد عليهم صيام متقطع، فبتصير الفترات اللي انت عم ترفع فيها الكالوريز فترات محدودة في يومك. واخر شغلة، خلي بروتينك عالي في هاي الفترة، هذا رح يساعدك في المحافظة على الكتلة العضلية وممكن تزيد الكتلة العضلية، وهذه اكبر مساعد لك بانك ترفع الايض كمان عندك. فالخلاصة مش لازم تضل في عجز سعرات لفترات كثير طويلة، كل فترة اعمل بريك صغير ترفع فيه شوي السعرات للمينتيننس ليفل، مستوى الصيانة، بحيث تتساوى قديش بتحرق مع قديش بتاكل، وبعدين بترجع لعجز السعرات، بتكمل نزول سريع في الوزن. واذا عجبكم هذا الحكي وحابين نساعدكم في سوبر هيومن ببرنامج غذائي وصلك لاهدافك، يحرق لك دهونك ويخليك انسان نشيط ومنجز في حياتك، ابعث كلمة سوبر او شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. سلام.